السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة بقى هنعمل كده مع بعض وصفة حلوة جدا جدا. هنعمل مع بعض الأجنحة بالبطاطس بطريقة كده حلوة قوي وسهلة. يعني لو عندك كده أجنحة موفراها في التلاجة من خزين الشهر بتاع، طلعيها واعملي بيها الوصفة دي، هتعجبك قوي قوي. هنا بقى نخش على الطريقة. معايا بقى هنا كده 5 طماطمات، ومعايا بصلاية، ومعايا قرن من الفلفل، ومعايا 4 فصوص من الثوم. معايا بقى معلقة كده من كل حاجة من البهارات، معلقة من الفلفل اسود، معلقة من ال7 بهارات، معلقة من بهارات الفراخ، ومعلقة بردك صغيرة من الملح، و2 من الماجي. من كل حاجة حاطة معلقة كده صغيرة، يعني تدينا طعم حلو بردك ايه في الوصفة بتاعتنا. هحط بقى كل الحاجات اللي معايا دي في الخلاط. هقطع كده البصلة واحطها معايا في الخلاط، قرن الفلفل انا حاطه قرن واحد. لو عايز تستغني عنه تحطي قرن بارد عادي. و4 فصوص من الثوم. ومعايا بقى معلقة كده من دبس الرمان، ومعلقة من الصويا صوص. بجد بيخلي معاكي الفراخ جميلة جدا. في الفراخ بقى، في الأجنحة، بيديكي اللون كده بتاع الشوي من غير أي حاجة. مبتاخدش معاكي وقت في الفرن، وبتاخد اللون بتاع الشوي معاكي. هنا بقى معايا الفراخ بعد ما غسلتها ونضفتها كويس وعملت لها المحلول بتاعنا. صفيتها بقى وغسلتها كويس، وبعد كده ما ضربت الخليط اللي معايا في الخلاط، حطيت بقى نص الخليط كده. بعد ما ضربته في الخلاط حطيته على الأجنحة كده معايا. وحطيت معلقة من البهارات اللي احنا لسه مقلبينها مع بعض. وشلت نص الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، شلته على جنب، عشان هنحطه بقى في الاخر كده على البطاطس على الوش من فوق. هحط بقى حطيت غطا كده على الأجنحة، هحطها في التلاجة نص ساعة بقى، ساعة. كل ما تسيبيها في التتبيلة كل ما بتبقى أحسن، عبال ما نخلص الخضار اللي معانا. معايا بقى هنا كده البطاطس، طبعا على حسب الكميه اللي احنا عايزينها. بقطعها كده تقطيع وسط، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي، تقطيع مظبوطه. حطيت بقى كده معايا في الوك معايا معلقه كده من السمنه. هنزل بالبطاطس الاول هشوحها. الطريقه دي بردك حلوه جدا، ما بتخليش البطاطس تاخد وقت معانا في السوا. صينيه البطاطس يعني ما خدتش معايا نص ساعه حرفيا. يعني يا دوبك حطيتها بس غليت على النار غلوه ودخلتها الفرن، ما قعدتش نص ساعه كمان في الفرن. انا مش بديها اي لون ولا اي حاجه. نزلت بقى كده معايا ببصلتين كبار متقطعين جوليان بالشكل ده. هشوحهم الاول مع بعض. الفلفل هنزل بيه في الاخر، لان انا مش هدي الخضار لون ولا اي حاجه، هو بس بديله كده تشويحه خفيفه خالص على النار. يعني دقيقه كده، كل حاجه بتاخد دقيقه معايا، وبعد كده بنزل الباقي. يعني هدي بدك البصل كده حوالي دقيقه معايا على النار، وبعد كده هنزل الفلفل في الاخر. معايا بردك الفلفل، ونزلت ب4 فصوص بردك من التوم كده مقطعهم صغير. يبقى فلفل وبصل وبطاطس، بنقضيهم كده تشويحة خفيفة مع بعض مع معلقة سمنة. وبعد كده بنطلعهم بقى. هحط بس معلقة من البهارات بردك اللي احنا ايه قلبتها معاكم. هحط معلقة كده صغيرة بردك منها على البطاطس، وهقلبها، وبعد كده هفرشهم بقى في الصينية. حطيت بقى كده معلقة صغيرة من البهارات، هقلبهم بقى كده مع بعض. وبعد كده بقى هفرشهم في الصينية عشان نعمل الأجنحة بردك ونحطها ونرصها على الوش من فوق. حطيت بردك في نفس الوك معايا كده معلقة من السمنة. وهحط بقى الأجنحة بردك، مش هديها أي لون ولا أي حاجة. أنا بدي بس الخضار كده ايه صدمة، يعني بدي الحاجة صدمة معايا، مش بديها لون ولا أي حاجة. لأن هي هتاخد كل اللون اللي أنا عايزاه في الفرن، مش محتاجة ان أنا اديها لون. هديها بس تشويحة خفيفة كده، وهقلبها على الجنب التاني بردك تاخد يعني صدمة كده بردك. وبعد كده هطلعهم بقى هرصهم معايا على الصينية. هنا بقى كده هقلبهم على الناحية التانية. بصوا مش اخده لون ولا اي حاجه، هما يا دوبك اخدوا صدمه كده خفيفه، وبعد كده بقلبهم. هنا بعد ما خلصتها، وما الصوص اللي نازل منها ده، الميه اللي نازله منها دي ما تستغنيش عنها برضك، هنحطوها في الصينيه. دي بتبقى الشوربه بتاعتها برضك بتبقى كويسه، يعني متقلقيش منها. رصيتهم بقى كده. بجد الاكله دي يا جماعه بتبقى تحفه، يعني احلى بقى من ان انتي تعمليها بفراخ. هي طبعا بفراخ حلوه، انما بالطريقه دي والله جميله جدا. الاجنحه بتبقى زي العسل فيها. هنا بقى حطيت باقي الخليط اللي كنت متبله فيه الفراخ. هكب بردك معايا كده على الوش. وهجيب بقى النص الخليط اللي احنا كنا ضاربينه في الخلاط، هحطه معايا بردك على وشها كده بالشكل ده كده. وهحط بقى نص كوبايه من الميه بس عليها، يعني عشان الخضار كده كده بينزل ميته معايا، مش هنكتر عن كده. وحطيت 3 معالق كده من الزيت، ما كترتش يعني عشان احنا حاطين لها سمنه وكده. وحطيتها على النار بس تغلي غلوتين، وبعد كده معايا حوالي نص ساعة، ما اخدتش اكتر من كده.
لو ما خدتش، هي خدت اللون ده معايا يعني ما شاء الله والله، من غير ما افتح لها الشوايه يعني، وقعدت نص ساعه بس يعني، انا ما فتحتش الشوايه خالص وخدت اللون ده. انما انتي لو لقيتيها ما خدتش معاكي لون ممكن تفتحي لها الشوايه. بصوا البطاطس ما شاء الله دايبه، والاجنحه طالعه معايا دايبه ما شاء الله. اكله جميله جدا جدا. عملت جنبها كده شويه لسان عصفور ورز بالشعريه. بجد اكله كامله متكامله حلوه جدا واقتصاديه وبسيطه يعني. ان شاء الله الاكله تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى متنسونيش كده في اللايك بقى والشير وتفعيل الجرس. واهم حاجه نحط اللايك، عشان اللايك يا جماعه هو اللي بيرفع الفيديو، بيخلي اكبر عدد يشوفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.